السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا جدا. من البدايه لو انت ما تعرفنيش، اول ما تشوف لي فيديو انا نازل فيديو ساعه انزل دلوقتي حالا اشترك في القناه، وما تنساش تفعل الجرس عشان يوصلك كل حاجه جديده انا بعملها. والاكيد ان انت لازم تعمل لايك للفيديو ده، سواء عجبك او ما عجبكش عادي اعمل لايك مفيش مشكله، عشان عايزين نوصل الفيديو ده 40000 لايك. الناس اللي مش عندي على القناه الجديده بتاعت التحديات والفلوجات وكل الكلام ده، فايته فيديوهات كتير جدا هناك، يا ريت ينزل تحت في الديسكربشن يروح يشترك هناك ويشوف الفيديوهات. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. ودلوقتي كالعاده هنروح نحط على بتوع التيك توك حبايب قلبي، حبايب قلبي اللي انا بستمتع من كل قلبي وانا بحط عليهم. طبعا يا جماعه الفيديو ده من انجح الفيديوهات على التيك توك، عشان مشترك فيه ناس يعني ما شاء الله عليهم، انجح ناس في التيك توك واكتر ناس بتخنقني في حياتي. ايه معلش؟ انا مش فاهم برضه، انا اخر حاجه كنت اعرفها كانت عاديه يعني، فاهمني؟ الحقوني دي، يا اما قصدها تقول مثلا الحقوني، بس هو يعني اكيد دي كورونا، اكيد دي كورونا، ان شاء الله تحديكم كلكم وتموتوا ونخلص منكم. بيجروا وراكي ايه بس يا حبيبتي؟ دي كانت حفله، انت ايه مش ما حسيتيش بالاستمتاع في الموضوع؟ فاكر البنت اللي انا قلت لك عليها في اليومين اللي في المتسمه كانت بتصور؟ ايه ده معلش افهم حاجه بس، هي قعدت يومين متواصل؟ اجل يا سيدي. لا ده بسم الله ما شاء الله عليك، وبسم الله ما شاء الله عليهم هم كمان، ده يعني انت حموله جدا حضرتك، يومين من غير اكل كده ولا اي حاجه طبيعي؟ والله يا جماعه قلت لكم العيال بتوع التيك توك دول العيال عندهم صحه خارقه. استحملت يومين مع 4 شباب، انت متخيل؟ ترى والله حزنت عليك، والله تأثرت ليك، لحظة أبكي. Why don't you say it so? Dating the even notice a bunch of step to roll it, I bunch of step to roll it. Why don't you say it so? Dating the even notice a bunch of step to roll it. شعب خنازير، اقسم بالله العظيم شعب خنازير يا جماعه. ده بالظبط لما تبقى واخد كورس انجلش ب 7 جنيه ومش واخده من مكان بتاع انجلش، لا لا لا، انت جايبه من السوبر ماركت العيال شايعك. الارض يا وحش، الارض يا وحش، يعني حضرتك يعني ده حتى على السريع كاتبين لك الاوزان الثقيله يلزم يمين، حسي الارض مش هتشيلك. البنت بتنط عندها ثقه في نفسها كأن مي عز الدين بتنط، انت ليه شايفه نفسك سفيفه قوي كده؟ انا حلوه اهو، انا حلوه، بص حلوه وطعمه وبيضه وقشطه. يعني انا ذنبي ايه؟ انا لو شاحن الداتا بتاعتي بفلوس سارقها اقسم بالله يعني، او واخدها من تحت مخده امي وهي نايمه، مش هيطلع لي الكلام ده. انا مالي يعني؟ انتوا عاملين فيديو بتعرضوا فيه ذكرياتكم ليه؟ انا ذنبي ايه؟ في ناس ممكن تقول لي يا بيدو خلاص سيبك من الكلام وابتدي بص الفكره، قول لي فين الفكره؟ فين الفكره وهي المفروض في موقف المفروض تزعل وهي بتضحك. هي بتبص لها بصت يا شقي، طب مش المفروض يلا عامل اعمى؟ بتبص لي ازاي دلوقتي بقى؟ فهي طبعا عندها حق تضحك، والله الموضوع كله كوميدي اساسا. تعالوا بقى للفيديو الجاي عشان انا في نقطه عايز اتكلم فيها. يعني ايه الحقيقه يا جماعه، انا جايب الفيديو ده عشان انا بيستفزني العيال دي قوي، وبشوفهم عيال فعلا ينطبق عليهم كلمه تربيه وسخه، لا وبيستفزني اكتر الناس اللي بتعمل رياكت على الموضوع ده، وتلاقيه يعمل شير وبيضحك ايه اللذيذ في ان انت تخلي حد ماشي وتوقعه؟ او ايه اللذيذ برضه الفيديو اللي انتشر من فتره ان في ناس كانوا مخلين واحد كبير قاعد على الكرسي قد ابونا، يعني اكبر من ابونا والله العظيم،
وراجعين واكلينه حته قلم. انا سمعت القلم رن في الفيديو من غير اي افكت او اي حاجه. فيعني ايه اللذيذ في ان انت تبقى كده؟ صدقوني يا جماعه مش حاجه حلوه خالص. والناس الوسخه اللي بتعمل شيل الحاجات دي انت اوريدي بتشجعهم ان هم يكرروا حاجه زي دي تاني. فيا ريت يا جماعه الفيديوهات الوسخه اللي زي دي نهاجمها، يعني مش المفروض ان احنا نضحك عليها وننبسط بالموضوع. حبك ايه؟ يعني انا عايز اعرف حبك ايه؟ انت لو معايا انا مش هبص لحبك، يولع حبك في جنب دلوقتي. انت عندك حاجات تكفي بلد مش حبك بس. العيال يا جماعه عندها قلل والله العظيم اقسم بالله مش سبوي. وانا اللي كنت بتريق على واحده ثانيه وبقول لها انت حاطه ازازه 2 لتر بالعرض ده، امال ده ايه؟ دي قاروره ميه. قابل يا عم، دي لو كانت شافت الفيديو اللي قبلها والله ما كانت طلعت عملت فيديو مصدقها خالص. يعني انت عندك حبيتين كاكا وفرحانه بيهم، خش شوفي بقى عند اللي قبلك. والله قنابل عندها كفاءه تدوس جيش. يا جماعه والله العظيم انا صعبان عليا العيال الوسخه دي. يعني العيال عندها 16 سنه وطالعين فريش وامكانياتهم علينا كده. تعمل ايه البنت اللي عدت 23 سنه يا عيني وعندها 6 باك هنا ما عندهاش حاجه يا عيني؟ فحسوا بيهم يا جماعه. انت مش ليكي علامه، ده انت ليكي علامات اكيد. طبعا انت اهبل مفكر ان انت الوحيد اللي بتتباس. وبعدين انت مخضوض ليه؟ دي بوسه عاديه. انت ده بكره هتزنقك في فيديو يلا تجيب منك عيال يلا. طب انا عايز اعرف يعني العيال دي جت منين؟ قول لي لما العيال دي مالهاش اهل، العيال دي جت منين؟ ما هو مش معقول سقيت الارض طلعت لي العيال دي. ومستحيل برضه يكون في اهالي بتسكت عن الكلام ده يا جماعه. والله العظيم مش حاجه طبيعيه خالص ان كأب وام يشوفوا عيالهم كده. الفيديوهات دي منتشره جدا على فكره. يعني المفروض ايه؟ يلا نخش على الفيديو اللي بعده بقى. اقول لكم على حاجه، تعالوا نفصل الفيديو حلو يخلينا عندنا قابليه حتى نكمل الفيديو ونشوف الدنيا. بقول لك يا بنت موناليزا انا بحبك. ايه الحقوني يا بنات. ايه يا بنتي في ايه؟ ايه مالك في ايه؟ انت هتشردي ولا ايه؟ قال لي انه بيحبني بجد بتهزري. ها قلتي ايه؟ طب اقسم بالله يا جماعه يستاهل الشهره. يعني والله العظيم يستاهل الشهره. وعايز اقول لكم على حاجه، هو طفل يعني وتمثيله برقبه كل الاشكال اللي بشوفها دي. انا بشوف ما شاء الله يا جماعه في التيك توك المفروض انت تمثل مثلا مشهد حزيني وتلاقي الشخص عامل كده. يعني لا انت بتعيط في اسنانك طيب مفيش مشكله. يلا نخش على الفيديو اللي بعده. الله انت تاني يعني برضه طالعه لي بنفس الموضوع. بص خش بيهم في الشاشه. يعني انا مش فاهم هو في حد فاهمك ان الكاميرا بتاعتنا سعانه مثلا داخله تدفيها؟ ولا انا مش فاهم انت داخله لنا بصدرك ليه كده؟ يا جماعه لموا امكانياتكم مش ناقصه خيا بقى. ده انا ما شفتش لحم بالرخص ده. ايه يا وليه يا شاكه دي؟ يخرب بيت اللياقه واللباقه والحباقه اللي ايه الجمال ده؟ لا يا رب فيديو جاي بقى تطلعي تعملي نفس الفكره يجيلك الغضروف تموتي ونخلص منك ما اشوفش وشك في فيديوهات تاني. اكيد يا جماعه التيك توك ده وراثه اقسم بالله. ما مش معقول الامهات اللي احنا بنشوفها دي يكونوا العيال دول مش عيالهم، فاهم؟ فهي اجيال بتسلم اجيال. ده اللي انا استنتجته بعقلي يعني بقى. مجرد استنتاج يعني. يلا نخش على الفيديو اللي بعده. البتاع انت البتاع باين عادي ولا ايه؟ طيب انا بنبهك بس ما عنديش مشكله في حاجه. والله يا جماعه فيديوهات بتاعتها وحشه. قعدت اقول لهم يا جماعه ما تحطوش الكاميرا بين رجليك وما تحطوش الكاميرا بين رجليك والوضع وحش. قالوا لك خلاص احنا نبعد الكاميرا ونبين بين رجلينا ذات نفسه. العيال تعبوا معايا برضه انا دوختهم. يلا نخش على الفيديو اللي بعده. يا جماعه انا تعبت والله العظيم انا تعبت. يا بنت انت لسه ما خلصتيش رضاعتك. يعني انت ما اتفطمتيش والله العظيم اقسم بالله. انت بيتغير لك كفوله لحد دلوقتي. انا مش عارف العيال دي بجد معاها تليفونات ازاي اساسا. انا في سنكم كنت بلعب بالبتاع اللي هو شبه الاتاري ده والله. ومش فاهم برضه بصراحه العيال دي
في السن ده بيطلع لهم امكانيات ازاي برضه؟ اصل انا البنات اللي كانوا معايا في الاعداد يا جماعه والله العظيم كان عندهم شنب هنا بيلمع في الشمس، انا مش عارف دول ليه ما عندهمش الشنب اللي بيلمع في الشمس، كان اخضر كده تحس انه مدهون دوكو مش طبيعي، لون ما شاء الله مختلف، عارف الريم اللي بيبقى على وش الصخره كده كان نفسه بالظبط والله. يلا نخش على الفيديو اللي بعده. قبل ما ادخلكم على الفيديو اللي بعده يا جماعه عايز اقول لكم على حاجه، الفيديو ده لواحد حبيب قلبي الجياس يا جماعه هيفقعنا جيسه دلوقتي هنموت كلنا، اتفرجوا عليها سوا يلا بينا. قصرت معاكي في ايه؟ قصرت معاكي في ايه يا فرح؟ رد عليا، قصرت معاكي في ايه؟ قصرت معاكي في ايه؟ ده انا شايل بدله عامل بيها 90 فيديو، عامل ايه اكتر من كده؟ والله لو حلفت 100 مرة انت مش هتصدقني. اسمعي يا بنت الناس، اسمعي يا بنت الناس، انا خلاص انا زهقت جيس على الناس هتموت مني، انا اقسم بالله بقيت شبه السنجاب. اسمعي يا بنت الناس، اول معرفتنا كانت في الشارع واخر معرفتنا هتبقى برضه في الشارع. تهبل يا ابني، ما كل الناس بتعرف على بعض في الشارع كده، انا مش هصحى من نومي اعمل كده فجاه وانا طالع من باب اوضتي الاقي واحد اقول له ازيك عامل ايه يا حبيبي ونتعرف على بعض، كل الناس بتتعرف في الشارع. عشان اللي زيك مش ممكن تعيش الا في الشارع. ولا اليوم الثلاث والله يا جيار ولا الله يبقى ولا حتى الجمعه بعد صلاه السبت يا اخي، ما فيش كده. انت طالق. العربية يا جياس، العربية يا جياس فيها جياس، انت مأجر العربية عشان الفيديو فهتسيبها كده يا جياس؟ يا جياس انت فاهم غلط، البنت هي ما بتحبكش، دي ميتة من الضحك والله. يا نهار اسود، انت حتى الفيديوهات بتفشلوا فيها. يلا نخش على الفيديو اللي بعده عشان مدام شيري حبيبة قلبي معانا النهارده. بونسوار 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 على توم القط، بونسوار على جيري الفار. دي يا جماعه كانت واخده نفس الكورس من عند نفس البقال، بس الفرق في ايه؟ ان هي عايزه تميز اللغه فمش لاقيه حد، فهي ابتدت تكلم القطط والحيوانات اللي هو حد من نفس الفصيله بتاعتها، فاهمني؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ والله العظيم انا كنت كويس لحد ما شفت وشك اللي هو مش راكب على بعضه. وش مدام شيري ده يا جماعه بحسه والله العظيم متجمع في بازل مش طبيعي. ملكة الالغاد، ملكة الروج، شيري هانم، ليا داخله وليا طلع. ايه ده؟ انا مش عارف خدودها دي مش بوتوكس، دي حاطه في خدودها يا جماعه اقسم بالله علب مناديل، ده مش بوتوكس ده، لا اله الا الله يا جماعه. الحمد لله ده كان اخر فيديو معانا، وان شاء الله اشوفكم على فيديو جديد بالف خير. لو بتوع التيك توك ما خلصوش عليا فاكيد هتشوفوني تاني يعني في فيديو تاني. اما الناس مش عندي على الانستجرام فروح دلوقتي حالا اعمل لي فولو على الانستجرام، خصوصا المره دي لان الفيديو الجاي هيبقى Q&A، اي حد عنده سؤال هيبعته لي على الانستجرام ان شاء الله. هنزل لكم ستوري بعد الفيديو ده على طول، تابعوا الستوري بتاعت الانستجرام وروحوا تابعوني هناك عموما، عشان اول ما انزل ستوري لو حابب بقى تسالني سؤال عن حياتي الشخصيه، سؤال عموما مش فاهمه في اليوتيوب، anyway هجاوبكم على اي اسئله. اتفقنا؟ السلام عليكم.